الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين. ازيكم في درس جديد؟ إن شاء الله هعلمكم النهاردة طريقة حلوة إن شاء الله تفيدك كتير. لو أنت مثلا من بتصور أفراح وعاوز تحط اللوجو بتاعك على كل الصور وتديها للعميل أو الزبون أو أي حاجة، بس هي طريقة حلوة هتحط لك كل اللوجو بتاعك على كل الصور اللي أنت عايزها في يعني في زمن بسيط جدا. كل اللي أنت هتعمله هتضغط بس على زرار هو يعمل لك كل ده. ممكن برضو تقلل الريزولوشن، تقلل الكواليتي، ممكن تحط فلتر معين في الصورة، تحط فلتر كاميرا رو على صورة معينة، تقلل هايلايتس. كل الكلام ده هيتعمل اوتوماتيك، انت هتعمله مرة واحدة بس، وبعد كده هيتعمل على باقي الصور اوتوماتيك. وممكن ترستر الجهاز وتعمله تاني، اي حاجة بقى، بس هي بتتعمل مرة واحدة بس. كل اللي عليك انك تجيب شوية صور وتكون في فولدر زي كده. تمام، سيبك من ده. ما علينا، هيكون عندك فولدر فاضي. ثانية واحدة. تمام، خدنا شوية صور وحطيناهم في فولدر بره اهم. بعد كده هتفتح الفوتوشوب بتاعك وتحط منهم صورة واحدة، صورة بريزولوشن عالي. بس المهم دلوقتي انك تجيب قائمة اكشنز عشان هي مش موجودة. تضغط على كلمة ويندو وبعد كده اكشنز. تمام، هيكون ده الديفولت، الشكل الديفولت بتاعك. هتعمل على جروب جديد، هتضغط على كريت جروب هنا وسيت. بعد كده تختار مثلا ريزولوشن مثلا. بعد كده تعمل على نيو اكشن دي او نيو اكشن. تمام، تختار مثلا تكتب كلمة 2000 حاجة، يعني ايه في 2000 ديت ليه؟ ده رقم ده بيدل على حجم الصورة بتاعتك. بعد كده ممكن تعمل 1000، ممكن تعمل 3000، على حسب الصورة، على حسب مقاس الصورة اللي انت عايزها. بعد كده تعمل على ريكورد. تمام، تضغط لو انت مثلا في فيرجن قديم في فوتوشوب CS6 CS5 CS4، معرفش CS4 هيبقى موجود الكلام ده فيه ولا لأ. لو انت في فيرجن قديم هتلاقي كلمة بليس موجودة على طول في المكان ده في قائمة فايل، بس عشان ده CC آخر إصدار فهتلاقي كلمة بليس امبيدد ديت موجودة مكانها. تتك عليها واحنا متأكدين ان الاكشن شغال. بعد كده هتختار اللوجو بتاعك. ملف عبارة عن ملف PSD او PNG. اهم حاجة تكون صورة شفافة. تمام، صورة ما فيهاش خلفية، هو عبارة عن كلمة بس، صورة فيها كلمة. ولو عايزين درس بسيط عن الحكاية ديت او ازاي تعمل لوجو كويس، انا عامة بفضل تكون كلمة بسيطة زي ديت. لو عايزين درس الحاجات ديت قولولي، مش مشكلة، انا هعمل لكم درس ان شاء الله يكون مميز. المهم دلوقتي اخترنا الصورة، نضغط على Alt وشيفت ونصغر شوية اللوجو بتاعنا ونسيب. بعد كده انتر. تمام، احنا مش عاجبنا المكان ده. غير كده لو جينا نعمل الحكاية ديت وسيبناها على كده، الصور كلها تبقى موجودة فيها نفس المكان ده. ولو صور بالعرض، لو صور بورتريت يعني بالطول ولا ايه، لو صور بورتريت هتلاقي الكلام ده اتقص او اتطرف او راح في حتة مش محببة يعني. تمام، عشان تتفادى الكلام دوت وتثبت اللوجو بتاعك زي الصور دي، وتثبت اللوجو بتاعك في مكان معين زي الصور دي. لاحظوا ان هنا اللوجو في مكان ثابت، هنا ثابت، المكان ثابت. تمام، مكان ثابت بالطول او بالعرض المكان واحد.
تمام. سوري عندي برد. بعد كده هنضغط على كنترول A عشان يعمل سيلكت اول. تمام، ونختار الأداة دي اللي هي الموف تول. بعد كده عندك صندوق صغير هنا اهو. التلاتة اللي على الشمال دول عشان يوسطوا الحاجة في، يعني يجيبوها يمين او شمال او في النص. يعني الاوبجكت اللي انت عايزه دوت، اللاير اللي انت عايزها دي او اللوجو هيجي لك على يمين او شمال او في النص بالظبط، نص الصورة بالظبط، او شمال على بالظبط. تمام، احنا عاوزينه في النص. بعد كده احنا عاوزينه يكون فوق او تحت او يمين. احنا عاوزينه يكون فوق، وعاوزينه فوق. تمام، احنا عاوزينه فوق وفي النص. يبقى نشوف ايه اللي يجيب لنا الحاجات دي فوق. اللي يجيبها لنا فوق الصندوق اللي جنبيه ده او الثلاث ايقونات دول. ديت بتجيبها لك فوق، ديت بتخليها في النص، دي بتجيبها لك تحت خالص. تمام، فنضغط على فوق مثلا اي حاجة ونضغط على كنترول اي كده بقى. ده شكل الصورة بتاعتنا، بس انا مش حابب ان الصورة يكون لازق فيها اللوجو كده، شكله خنيق شوية، مش حلو. طب هتعمل ايه؟ هتضغط على شيفت وسحب لتحت، بس كده. ده اللي انا عايزه منك. هتعملها هيبقى شكلها جميل، مش لازقة فوق في الصورة. تمام، بعد كده انت مثلا عاوز ايه مثلا، تصغر حجم الصورة. تضغط على كنترول الت اي عشان تعمل ريسيت للسايز بتاعها زي ما انت حابب. هتعمل مثلا، هتخلي الويدث 2000 زي ما احنا قلنا، 2000 حجم حلو ومش وحش. تضغط على اوكي. تمام، بعد كده تختار انت مثلا، او عامة كده الاكشن بتاعنا خلص. الاكشن كده خلص، مش محتاجين منه حاجة تانية. بس انت لو حبيت انك تضيف افكت معين على كل الصور اللي انت عاوز تعدل عليها في فولدر معين، ممكن تعملها. انك مثلا ممكن عاوز تضيف فلتر لكاميرا رو فايل فلتر ديت، وتبدأ تظبط فلتر معين او افكت معين للصورة زي الفينتاج مثلا. سوري عندي برد. حتى ممكن ننزل الهايلايت. لا، ثانية واحدة. هتختار الباك جراوند، هو كمان هيجيب لك هنا select layer background. بعد كده تختار فلتر مثلا كاميرا رو فلتر مثلا. هننزل الهايلايتس شوية ونعلي الشادوز شوية. اي حاجة بقى انت حابب، اي حاجة تعملها. بس عامة ما يفضلش انك تعملها، يعني لو حابب على صور معينة انت كده الاكشن بتاعك خلص، انت كده الشرح ده خلص. بس لو حابب انا قصدي انك لو حابب تزود اي حاجة او تنقص اي حاجة، مش تنقص، لو حابب تزود اي حاجة في الاكشن بتاعك متاح ليك، بس على صور معينة. تمام، ممكن تخش على اف اكس دوت وتنزل شوية هنا، تزود او تنقص على حسب احتياجك انت. عامة انا مش هعملها، ملهاش لازمة دلوقتي. وكده نوقف الريكورد هنا. عامة الاكشن دوت مش بيسجل لك الشاشة، مش بيسجل لك اللي بيحصل في الشاشة بتاعتك، لا بيسجل لك الاوامر اللي انت بتديها للفوتوشوب. تمام، بعد كده نقفل الصورة، احنا مش محتاجين منها حاجة تاني. احنا بس عاوز اتأكد ان انا نزلت. تمام، نزلت الريزولوشن شوية. بعد كده جينا بقى الخطة المهمة، ازاي هنزل صور مثلا حوالي 1000 صورة مرة واحدة، هو يفضل بقى البرنامج شغال مع نفسه. وازاي يسيبهم كمان، وازاي يقلل الكواليتي كلهم مرة واحدة. تمام، هتضغط على قائمة فايل ديت. بعد كده سكريبتس ايمج بروسيسور. المهم يكون عندك نسخة الفوتوشوب
مش تكون بورتبل، مش لازم تكون نسخة محمولة او مضغوطة او لا، نزل السورس من على موقع ادوبي، او نزل السورس كامل وخلاص، نزل البرنامج كامل وخلاص. تمام، عشان تكون بس على الاقل السكريبتس والحاجات ديت شغاله. بعد ما ضغطنا على ايمج بروسيسور هتختار الفولدر اللي انت مسيف فيه الصور. انا عامه مسيفها في نيو فولدر تحت، انا لسه عامل نيو فولدر اهو فيه الصور اللي انا عايزها. تمام، هتختار مش هنختار اي حاجه، هنختار save in same location، او ممكن لو عاوز تخليها في فولدر تانية ممكن تضغط على الاختيار دوت وتسلكت فولدر تاني، بس خليها في سيم لوكيشن خلاص. هنخليها سيف ان as JPEG. تمام، ونخلي الكواليتي 8 رقم كويس، مش هيأثر معانا اوي، ممكن تخليها 10 كمان انت لو انت حابب. بعد كده على البريفرنسز هتختار، هيكون عندك ران اكشن بتاعي مش شغاله، هتتك عليها وتختار الفولدر الجروب اللي انا لسه عامله. الجروب ده انا لسه عامله دلوقتي وعملت الاكشن ده. هتختار ريزولوشن وتختار 2000 اللي هو اسم الاكشن ذات نفسه. بعد كده تضغط ران، هيبدأ هو يعمل لك الصور بتاعتك وهيصغرها. سريع طبعا، هيقعد معاك يعني حاجة جميلة جدا، انت مش هتتعب فيها خالص. ممكن تضيف اي حاجة على اي صور كده يعني. خلاص انت عملتها مرة خلاص، بعد كده تبقى تعملها على اي فولدر تاني، على اي صور تانية، على اي عدد تاني انت عايزه. لو بصينا على الصور اهي، اللوجو موجود في كل الصور، صور بالطول او بالعرض اي حاجة، اللوجو هيحفظ في مكانه وهيتحط على كل الصور. ممكن تضيف اي اكشن طبعا، اي فلتر سوري، اي ممكن تعمل اي حاجة في الصورة، تعمل مثلا اكشن جوه اكشن، ده ممكن نبقى نتطرق لها بعدين. بس عامة كده انا خلصت الدرس بتاعي. عوزت اي حاجة الكومنتس تحت مش هنساك ان شاء الله، هرد في اقرب وقت. لو عجبكم الدرس ان شاء الله تدوس لايك وسبسكرايب، وان شاء الله استنوني في دروس جاية جديدة.